ولذلك الإمام علي لما سأله واحد وقال له أنا عايز أعرف يا إمام أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ قال له هو الجواب ده عندي، ده الجواب ده عندك أنت، وربنا هيسيب لي أنا أجاوبك، ده أنت اللي تقدر تعرف لأن أنت الحكم. قال له كيف؟ قال له إذا دخل عليك من تعود أن يهديك هدية ودخل معه واحد تعود منك أن يطلب منك شيئا، واحد هيديك واحد هيديك، فإن كنت تبش لمن يعطي فأنت من أهل الدنيا، وإن كنت تبش لمن يأخذ فأنت من أهل الآخرة. يبقى المقياس اهو. ليه؟ قال لك لأن كل إنسان يحب من يعمر له ما يحب، فإن كنت أنت بتحب الدنيا تنبسط من اللي جايب لك هدية، وإن كنت اللي بتحب الآخرة تنبسط من اللي هياخد منك صدقة، والمسألة تبقى هي واضحة.